المحروسة بس مباشر من قصر السينما. الشاعر سعد عبد الرحمن. أحيي كل المشاركين في البرنامج وكل من ساهم في نجاحه. كلميني عن الأكلات في الطريقة المهدية. في المهدية بالنسبة للأكل أعتمد على التعاون. من يكتب تاريخ ثورة 25 يناير؟ ليس المؤرخ، وإنما من شاركوا في صنع الحدث. أهلا بكم ليلة جديدة من ليالي مقهى مصر المحروسة. يسعدني هذه الليلة أن يكون معي صوت نسائي مميز من بورسعيد، أو الأم من بورسعيد والأب شرقاوي. ده مش زي أدهم الشرقاوي، لكن هي من سلالة أدهم الشرقاوي في الوقوف ضد الظلم، حتى ولو كان إذا كان أدهم الشرقاوي من الأساطير، لكن دي في الواقع. مروة مأمون من جيل من الشباب قال لأ بمختلف الأشكال. ما قدرتش الوسائل النشر الرسمية إنها تقف قدامه. استغل أو استفاد من الإنترنت ومن مدونات كمتنفس ليه. عملت مدونة سمتها فتافيت، صح؟ فرافيت. وبعدين بدأت تترجمها وبدأت تخلي أجهزة الأمن تنتبه إليها واستمرت. الليلة هنعرف مشوار وشعر وعالم مروة مأمون. أهلا بك يا أستاذة مروة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا أستاذة مروة، ما تحكي لي بقى بداياتك مع الشعر وبداياتك مع المدونات والعالم ده اللي هو كان بالنسبة للناس اللي زينا كانوا بيشتغلوا في الصحافة الورقية يعني تمرد بعينه. يعني احكي لي البدايات ازاي. أنا بدايتي من الشعر أساسا، أنا بكتب شعر من وأنا عمري 8 سنين تقريبا. بس لما بدأت أكتب شعر وطني أعتقد إن ده كان بدايته وأنا في الكلية. المدونة تأخرت شوية علشان أنا حصل لي حادث كده وأنا في الكلية مع أمن الدولة، اتقبض عليا ولما خرجوني خرجت بواسطة، بس قالوا لأهلي يعني عرابي بتاعكو ده ما نسمعلوش صوت تاني لو سمحتوا، عشان هي بنت ناس ومش عايزين نأذيها. طبعا عرابي شرقية وهي الأب شرقاوي. ما أنا بقول لكم يعني دايما العرق دساس زي ما بيقول. هو مش بس شرقاوي، هو شرقاوي كانت أسرته عايشة في القاهرة واتولد في المصيف في اسكندرية، فالخلطبيسة دي كلها يعني الدول العربية. فعشان كده بحس ان انا يعني والدي كان يعشق تراب اسكندرية كأنه عاش فيها، رغم ان هو بس اتولد فيها ورجعوا من الاجازة، وهو اصوله شرقاوية وبيعتز باصوله جدا، ومتربي بين العباسية والسيدة زينب، اصوله القاهرية دي طبعا دي عيشته كلها لحد ما اتخرج من كلية الطب وهو في القاهرة. وانا والدتي من بورسعيد من اصول دمياطية على تركية على شامية، فبحس ان الجو اليونيفرسال ده والله أسرى شخصيتي وخلاني عندي قبول للآخر اكتر بكتير من يعني ما عنديش حتة اللي هو ده بورسعيدي وده منوفي وده قاهري وده كذا. بحس الحمد لله ان التوليفة مصرية. التوليفة دي كلها موجودة عندي، جذور لحد الصين. ما انا لسه كنت هقول لك يعني عندها اسطورة كده بتقول ان جدها في شجرة العيلة موثقة كان في مصلحة في مصر بتطلع شجرة العيلة بتاعتنا لما توثقت فعلا وصلت لحد سعد بن ابي وقاص. سعد بن ابي وقاص وزوجته الصينية. هي الحدوتة اللي مش متأكدين منها ان زوجته دي غالبا كانت جارية صينية او زوجة صينية، محدش عارف، اتجوزها في رحلته للصين. انما في سعد بن ابي وقاص وفي زوجته الصينية فعلا، دول الجدود، دول مش حدوتة، ده بجد. عشان كده عينيكي عاملة كده. وايوه عشان كده فعلا، ووالدي واخواتي ايوه فعلا والله. لا عندنا العرق الصيني ده موجود، وفي العيله هتلاقي ناس اكتر كمان فيه. طب احيانا لما بتتنرفزي كده بترطمي صيني؟ لا، ما انا بقول لهم بصراحه ما حصلش يعني، بس انا بحب الرز جدا، فاكيد الموضوع لي يعني اقوم بحقل من الارز، ما عنديش اي مشاكل. طب استاذه مروه، علشان احنا عاوزين نسمع شعر، يعني عاوزين فسميه يعني سمعيني كده، بما اننا في مصر المحروسه وبما انك انت يعني بتحب المحروسه، سواء كانت المحروسه كنت تقصدي بيها الحراس امن الدوله اللي كانوا والحراس الديكتاتوريه اللي كانوا قابضين على نفسها، او المحروسه من كل شر ومن كل عدو،
يعني خلينا في الحدوته دي وسمعيني كده فرافيت المحروسه. حاضر. الاول اسمعك حاجه عن المحروسه نفسها. انا كان الناس سمتني المحروسه على اسم المدونه بتاعتي اللي اتغير اسمها من فرافيت بعد الثوره، سميتها المحروسه. فلما جيت اكتب بايو على يعني اكتب تعريف عني على تويتر لقيته طالب تعريف، فما عرفتش اكتب ايه، فرحت جات في دماغي جمله هتوصل لك هي محروسه ازاي. قلت محروسه بس الحرس عمره ما كان حارس، وان كان زماني فرس انا يا زمان فارس، ساعات يضيق النفس والطول ساعات الخرس، اجي هنا توانس. هنا ده اللي هو تويتر. فدي ده ايوه هي فعلا في نظري هي كانت محروسه بالحراس اللي عليها اللي كاتمين نفسها، ما كنتش حساها محروسه بالمعنى اللطيف. طب ما تديني اكتر بقى، عاوز قصيده اشبع شويه. نقول اكتر، نقول اللي بنى مصر. اللي بنى مصر كان في الاصل مش لاقي، رمى الخيام في الطل وقال للظهر انا باقي، سقت دموع الليل اتشق نهر النيل ما بين ساقي، اللي بناني لا كان رسام ولا فنان، اللي بناني زمان فلاح ملوش تاني، الواد طلعش لابوه اتبرم اللي جابوه وقال حلواني، من فات قديمه يتوه والخلق يشتغلوه يا حسرة يا سواقي. تاني اللي بنى مصر. نقول ما تستعجلش، ما تستعجلش عالطيب، مفيش طيب بيستعجل، ده لولا الحلو بيغيب وبيطول لكان الكل حلة وعالحلا عيب. ما تستعجلش، ما تستعجلش على رزقك، ده رزقك في السما مقسوم، تبات راضي يجيك الرزق ويزقك يقولك قوم، وما ينوبك يا مستعجل غير شنك تبات مهموم، يجيك الصبح ويصبح يقولك هم وتلحلح، تقوله تف من بقك وتتدور تكمل نوم. ما تستعجلش على بكرة، ما تستعجلش على بكرة لا يجي بكرة وينكفك، هتهدى ولا تتلهوج هيجي رغم عن أنفك، تضيع يوم عشان بعده اللي مش معلوم، ويجي بعده يمتحنك في درس اليوم يقوم كسفك. ما تستعجلش. مش هنستعجل على بكره بس هنصنعه، يعني هنخلصه من براسين اللي عمالين ماسكين على خانقينه يعني. لكن تفتكري من الشعر الى الواقع بكره ده فاضل له كتير عشان يجي اللي احنا عملنا له ثوره وقمنا من اجل ثوره؟ بصراحه في فتره كنت فاكره ان هو خلاص جاي قريب، لا لسه كتير، لسه كتير، عشان احنا ما عملناش اللي نستحق بيه ان احنا نجيب بكره. بكره محتاج اكتر من كده، محتاج صبر اكتر من كده، محتاج حب اكتر من كده، واحنا بقيناش نحب بعض. يعني حكاية ما نحبش بعض دي يعني هل عرض ولا مرض ولا انفلونزا كده هنتعالج منها بسرعة، ولا ناس بتحاول تعمل لنا ده، ولا ده شوية على السطح؟ اللطيف في الموضوع ان احنا شعب عاطفي جدا، احنا نكره بعض في ثانية ونحب بعض في ثانية، ونحط الهلال مع الصليب في ثانية ونعيط، وتاني يوم نلعن بعض ده اللطيف في الموضوع. قصة نحب بعض دي سهل قوي ان احنا نكره بعض بحبة تحريض وحبة تجييش وحبة ابواق معينة تستغل، وسهل جدا نرجع نحب بعض لاننا فعلا شعب عاطفي. فقصة نحب بعض دي سهلة جدا ان شاء الله لو في إدارة عاقلة في البلد، لو في إدارة عاقلة في البلد تقدر تحل أزمة الاستقطاب اللي احنا فيها دي. الاستقطاب اللي احنا فيه ده فشل إداري، لا هو تخطيط خارجي ولا هو إعلام الفتنة. الإعلام طول عمره إعلام عايز فلوس، لو انت والله حبوا بعض هيجيب له فلوس، هيشتغلك حبوا بعض طول النهار. لو العكس هو اللي هيجيب فلوس هيشتغل على الرتم التاني. انت اللي بتدي الإعلام يصدر ايه للشعب. لو الإدارة عاقلة وحبت ان هي تحل أزمة الاستقطاب دي هتحلها.
اصل هو الاعلام، يعني الاعلام ما بيصنعش، الاعلام بينقل. يعني اذا وزير قال حاجه فالاعلام بينقلها، اذا مش عارف ايه عمل كذا. التعليق على اللي يحصل ده مش معناه مشاركه في صنعه. يعني انا بعلق، انا اللي بديني الخامه. انت يعني اللي بتديله يعني الخامه بالظبط. يعني حد طلع قرار الغاء ضرائب او فرض ضرائب، انا لو انا تحاسبني لو انا قلت انه فلان وزير الماليه مثلا اعلن فرض ضرائب كذا وبعدين هو اصلا ما عملش كده، ده نتحاسب. لكن لما يبقى فرض ضرائب وانا اقول ان الضرائب دي قاسيه او ان الضرائب دي ملهاش لازمه او ان الضرائب دي كذا، ما تجيش تحاكمني على رايي كاعلام. لكن سيبينا من الاعلام وسيبينا من السياسه الى حد ما، وان كانت السياسه هي كل شيء. يعني انا عاوز اخش في عالم مروه. انت كبنت وخاصه كأنثى، يعني كامرأة. أنا هكلمك كبنت في مرحلة إن أمن الدولة ياخدوكي وكذا. ما تحكي لي على التجربة دي بشيء من الاستفاضة كده. بصراحه اصلا يعني انا لا كنت خايفه مثلا، يعني هي بالنسبه لي مش تجربه. كنت كتبت إيه أو عملت إيه بالظبط؟ كنت عملت منشورات عن، يعني انت ساعتها طبعا ما كنتش عارفه ان اسمها منشورات، انا بقول لهم ورق، هم سموه منشور. يعني انا كنت كاتبه ورق عن مقاطعه المنتجات الامريكيه ايام حرب العراق، ما كنتش عامله اكتر من كده يعني. بس يعني مقاطعة المنتجات الأمريكية هي اللي ودتك أمن الدولة. بالظبط بالظبط. على اعتبار إن المنتجات الأمريكية نوع من دعم الصناعة المحلية. على اعتبار هم هناك بيقول لي الدواء والسلاح، قلت له حضرتك انت ما تقرا الورقه مكتوب فيها، مش عايزه اقول اسامي المنتجات، منتجات استهلاكيه، قلت له كلها سلع استهلاكيه ليها بديل في السوق المحلي. قلت له لا جبنا سيره الادويه ولا جبنا سيره الطيارات اللي انتوا بتقولوا بتاخدوها، ولا لينا دعوه بالكلام ده. احنا بنتكلم في سلع استهلاكيه ما لهاش لازمه في حياتنا اساسا، بنستخدمها بدل سلع محليه، وكمان نوفر بيها فلوس ضرايب تتاخد يتعمل بيها سلاح يضرب اخواتنا في العراق وممكن يضربنا بكره. قلت له ده كل اللي بنقوله، مفيش بقى القصص والافلام بتاعت هنمنع السلاح وهنمنع الدواء، ومش الورقه اللي انا بوزعها في الكليه اللي هتمنع السلاح وهتمنع دواء. تجارة اسكندرية؟ لا بورسعيد. هم كانوا يا حرام، كانوا بيخافوا من اي حاجه، ولقيتهم بقى شمعوا البتاع وبيكلموا القاهره وعندنا قضيه منشورات والكلام ده. واكتشفت ساعتها ان امن الدوله فيها وسايط، حد في العيله كان ماسك منصب معين كلم حد معين، خرجوني اخر النهار. يعني ما قعدتش، فانا لا ادعي بطوله لاني لا كنت رايحه، كنت من هبلي كنت رايحه في منتهى، كنا في رمضان ورايحه في منتهى الاقبال. يعني الضابط اللي بيرحلني كان عينه دمعت وهو موديني من كتر ما شايفني بريئه ومش في دماغي خالص. فبقول له انت زعلان كده ليه؟ ده احنا في رمضان يعني. فراح قال لي رمضان؟ انت فاكره الناس اللي جوه دي عارفه رمضان؟ عارفه رمضان، عارفه ربنا. وربنا برضو، ما بص يعني لما حد بيكون ربنا بيوقف لك ناس. الراجل لما سمعني قلت كده، اولا هو مرضيش يرحلني في البوكس، استلف عربيه دكتور من الدكاتره وقال لي مش هركبك بوكس، وراح كان اول مره اشوفه الضابط ده، وراح انا مش عارفه غلط يعني، خايفه اذكر اسمه لحسن يتضر يقول لك ده عمل ساعه حد يعني. بالعكس، ده دلوقتي المفروض، لان في ظل ان احنا في مناخ معادي للشرطه برضو يعني فيعني اسمه مدحت مردان، بصراحه انا اشكره جدا. يعني هو خد عربيه واخدني وصلني امن الدوله، وراح اخدني من ايدي بقى لما لقاني بقول له جوه كده، راح اخدني من ايدي وراح داخل ماسكني في ايدي وكده مش راضي يسيبني. فقعدوني قالوا له لا لازم تسلمها هنا. قال طب انا هطلع. قالوا له حضرتك خلاص انت امشي، وصلتها. قال لهم لا اصل انا طالع اقابل الباشا فوق. دخلوني الاوضه اللي كلها ازاز، اللي هي طلعت كلها مرايات، اللي هي طلعت في الاخر ازاز دي، قعدوني فيها شويه كتار كده مش عارفه قد ايه. وبعدين طلعت بقى. الطف حاجه في امن الدوله اللي انا فاكراها يعني كل ما بتطلع دور تلاقي ايه عن العدل متعلقه على السقف. يعني في ايه، في كل ايه قرانيه في كل دور وانت طالع السلم كده تحس انك انت ما شاء الله داخل على مطوف في الكعبه، يعني مش داخل امن الدوله. طلعت فوق، فيعني انا شبهت على الضابط بس مش عارفه شبهت عليه منين يعني. فقلت هاجي بورسعيد اكيد شفته في الشارع او حاجه. عمال يحاول يمشي مدحت مردان وهو يقول له لا ويقول له بقى اصل انا عارف باباها، وهو ما يعرفش اي حاجه خالص. يقول له اصل انا عارف باباها وقايل له ان انا هاخدها في ايدي بعد ما حضرتك تخلص. يقول له يا سيدي امشي، ما فيش، مش راضي يتعتع من مكانه ابدا. فبدا الضابط يسالني انت ملتزمه؟ فرحت قال له ملتزمه؟ انت بتشكك في اخلاقي؟ قال لي يا بنتي ملتزمه يعني تبع جماعه؟ قلت له لا انا مش تبع حد. فراح قال له شايف دي مش عارفه يعني ايه ملتزم، دي عبيطه. والله كان لطيف جدا بشكل انا مش قادره، يعني محامي بشكل. قال له دي قعدت قدام الدش دماغها سخنت كتبت كلمتين، وانا بعضتي بقى اقول له حضرتك ما عنديش دش. الجزيره
الجزيرة. مش فاكر قال له CNN ولا عارف، المهم قال له اسم القناه اللي كانت وقتها يعني طالعه، وراح قايل له دي دماغها سخنت من اللي بتشوف في التلفزيون. المهم فضل يسالني شويه اسئله، وراح ايه خلاص مشاني. الراجل اخدني في ايده ونازل يجري على السلم يرجعوا في كلامهم والله. بعد ما روحت البيت طلعت اصلا ضابط امن الدوله ده كان جارنا اللي ساكن تحتنا، بس انا ما اعرفوش، وماما كلمته نزلته من اجازته وهو جاي، هو عايز يمشي الضابط علشان يخلص الموضوع، والضابط مش عايز يمشي لا يمسكوني يعني. هو فتحس الموضوع كان كوميدي يعني. فبصراحه تجربتي في امن الدوله ما فيهاش اي حاجه بطوليه خالص. ما كنتش خايفه، ما كنتش اي حاجه، كنت خايفه من ماما اكتر يعني. كنت خايفه هرجع اقول ايه لماما اكتر ما انا خايفه من امن الدوله. تجربة يعني زي احنا ما بنعدي بتجارب بتعمل علامة في حياتنا، سواء كانت علامة عميقة أو علامة سطحية، لكنها في النهاية تجربة، والإنسان تجارب يعني. لكن أنا بعد كده كفتاة بقى، يعني هل فرض عليك سياج أسري أو عائلي إنك أنت بقى ما تقربيش بقى، مالناش دعوة بالسياسة ومالناش دعوة بالكلام ده ولا شعر والكلام ده؟ عملت ايه؟ حلفوني على المصحف. جابوا لي المصحف وحلفوني عليه ان انا ملياش علاقه بالسياسه بعد كده. حلفت على المصحف؟ حلفت على المصحف ان انا ملياش بس علاقه. صمت بعدها 3 أيام؟ لا بصراحه الواقع والحقيقه ان انا بعدها اشتغلت، واشتغلت في شركه كانت وقتها اكبر شركه في مصر، وكان الشغل فيها مرهق جدا، وما كانش في اي احداث سياسيه بتحصل في بورسعيد عموما. فانا فعلا ما عملتش ما اشتغلتش في السياسه بعدها خالص، وشلت المواضيع دي بقى من حياتي وخلاص، وخلاص وانتهت يعني. بتابع بس عن بعد. عندي امل ان لما يحصل حراك هنضم للحراك، بس يحصل حراك لحد لما اتقتل خالد سعيد. قبل خالد سعيد كمان اعتقد ان كان قبلها احداث غزة، الحرب الاجتياح دي. وقتها انا بقيت حاسة ان احنا لا يمكن نفضل في الذل ده كده. معقول مش عارفين ندخلهم، معقول مش عارفين نروح ننقذهم. كان في نظري ساعتها ان مبارك هو اللي معطل الجهاد. ما كنتش اعرف ان هيجي يوم علينا يحكمنا الاسلاميين ويعطلوا الجهاد. انا ده بالنسبه لي كان، وان اللي يصرح تصريح ان الجهاد ده كان حاجه عاطفيه يبقى اسمه جهاد الحداد. طلع مع توك شو مع يسري فودة وقال كانت شعارات عاطفية رفعناها كمعارضة وكنا مقتنعين بيها، بس لما وصلنا للسلطة اكتشفنا انها لا تصلح. وجيش القدس بالظبط. فانا كان ده بالنسبة لي، انا كنت وقتها شايفة طبعا لا، هو مبارك هو اللي مسؤول. ولحد النهاردة انا عندي قناعة، يعني قد تكون سطحية، بس انا عندي قناعة ان الدعاء اللي ادعى على الزعماء العرب، من انا شفت 6 غزاوية طلع على الجزيرة أحفادها قدامها مقتولين، وبتدعي على الزعماء العرب، وخصت بالدعاء مبارك والقذافي، قعدت تدعي عليهم دعاء. أنا حاسة إن هو فعلا جا من نصيبهم. يعني بقت عمالة تقول يحرق قلبكم على أولادكم زي ما حرق قلبي على أولادي، هم أحفادها هي بتقول عليهم ولاد. فأنا حاسة إن دعاء المظلومين دول كان جزء من اللي حصل للناس دي. يعني حرق برضو قلب سوريا وحرق قلب ليبيا والعراق مين قال ان دول، مين قال بس في ناس تانية والله ما حدش قرب منهم يعني، وهم سبب المصيبة. قال كله جاي له يوم، واللي ربنا بيأجل عذابه ده أسوأ نوع من انواع الغضب. يعني اللي فاضلين دول ربنا بيأجل عذابه؟ اللي متأجل عذابه ده يخاف على نفسه قوي. يعني اللي بيتعاقب في الدنيا ده بصراحة كان طيب، كان حنين. اللي متأجل عذابه يقلق بقى. طب ما تدينا شعر بقى نقول نطر السياسة بالشعر، نقول حاجة لمصر بقى. لما الكون بينام أنا بصحى، وأما يضلم قلبي بيضوي. قلب الليل مفطوم على الفرحة، حتى الديب مشتاق وبيعوي. ولحد آخر قهوة سهرانة، ولحد آخر رشفتين في الشاي، ولحد آخر نجمة حيرانة، ولحد آخر غنوتين في الناي، ولحد آخر سطر في الجورنال بتاع بكرة، ولحد آخر وادي بيع مناديل، ولحد آخر بنت ورا شباك ومش قادرة تنام مأمنة للحبيب على الليل، ولحد ما يشق النهار على الفجر، ولحد آخر قطر هسهر مع المواويل أغني لمصر.
يا مصر وانتي الغنوتين والعيلين، وانتي الغلابة الطيبين، وانتي الشباب المقهورين، وانتي المدى، وانتي الجناح المنطوي. يا مصر وانتي الزادة والزواد، وانتي اللي عالبال في البعاد، وانتي الحبيب وانتي المعاد، وانا اللي جايلك مشتهي. يا مصر وانتي الحضن والترحال، وانتي الجواب وانتي السؤال، وانتي الأكيد وانتي المحال، وانتي اللي آخر سكتي. مولود أنا في كفك يا دوب، مولود أنا في كفك يا دوب، لو تفلتيني هنتهي. حطيني على صدرك أدوب، واشرب لحد أما ارتوي. يا مصر. بقول لك إيه، انا عاوزه الحب بقى، بتشوفوا الحب ازاي انتوا كجيل؟ احنا جيل قبلكم. لا، الحب العاطفي. اه لا ما يعني اظنش احنا يعني مش احنا يعني الحب الأجيال. مش بيفرق. آه. العلاقات هي اللي بتفرق. العلاقات القائمة اللي اتبنت على بدايتها بالحب. الحب عمره ما هيفرق من عصر لعصر، هيفضل واحد وواحدة تقابلوا كيمياء ده مش هيفرق خالص. نفس الوجع ونفس المشاعر ونفس كله ونفس الغيرة كله شبه بعض. مش يفرق العلاقات. مش من الاخر، هات من الاخر. لا. يعني كان في الاول، لا هو يفرق. يعني زمان كده يا دوبك البصه دي الواحد يقعد عليها ظهر. لا ما عادش في ظهر، الزمن ما عادش يسمح. طب ما انا ما عاوز اشوف ده شعر. لا شعر عاطفي. لا زي ما تحبي يعني. اما هو دي القصيده دي ما مليانه فيها جزء عاطفي كبير قوي لمصر. انما لا شعر ما كانش لمصر يعني. الحبيبه اللي قاعده في الشباك بالسنه، هي مصر مش جايه من الشارع. لا انا ممكن اقول لك بيت صغير عاطفي يعبر عن اللي احنا وصلنا له يعني. ما عاد باق من هوانا الا لحظات الغزل، اراها في عينيك غايه واراها النهايه، اما رايت الناس تغمر من تودع بالقبل. طيب برضو اشعر ان دي روح الشعر الكلاسيكي. ما انا لا ما في جديد. لكن انا كجيل كيف يعبر عن مشاعره؟ يعني انا ده دايما اللي بتشغلني. يعني زي ما انت ما قلتي وانا مقتنع ان الحب واحد، المشاعر الانسانيه واحده، لكن كيفيه التعبير عنها يعني كان ممكن يبقى التعبير عنها بنظره، كان ممكن يبقى التعبير عنها بلمسه ايد، كان ممكن يبقى التعبير عنها كده. لكن دلوقتي الحب على المنشن دلوقتي على تويتر. الحب على في تويتر في حاجه اسمها المنشن، انك تمنشن واحد. انا شفت مره واحد بيتقدم لواحده بمنشن على تويتر. فيعني تخيلي كان زمان مثلا ان يسالوا على العريس ويسالوا على بتاع، دلوقتي بقى منشل او نشل دلوقتي يعني. هيحبوا بعض حاجه. خلينا في اللي فارق النهارده في العلاقات، مثلا العلاقات الزوجيه ما عادش في الصبر بتاع زمان، والاسباب واقعيه بصراحه. الحياه ما عادتش تحتمل يعني. في عامل مهم قوي دخل في العلاقه النهارده، ان بقت الست بتسبورت، بتعول نفسها. الزوجه اللي بتعول نفسها اغلب الوقت هتوصل في مرحله من المراحل ان هي لن تقبل سوى بالمعامله التي تستحقها. المراه المصريه والمراه العربيه عاشت عهود بتعامل معامله لا تستحقها، ولا يقرها شرع، ولا يقرها دين، ولا يقرها إنسانية، ولا يقرها أي حاجة. احنا لحد النهاردة عندنا في مصر ناس بتأكل الولد حتتين لحمة وتدي البنت حتة، رغم دول أطفال، رغم إن البنت في سن البلوغ محتاجة لحمة أكتر من الولد، بعكس إن هو ده أنا بقولك كمان العلم يعني، حتى لا تستند لشيء علمي، لا ده هم يقعدوا يقولك أصل عشان بيبني عضلات. ده مش حقيقي خالص يعني. يا إما هتأكلهم زي بعض، يا إما أنت هتحتاج تغذي البنت أكتر شوية عشان هي بتتعب. كويس. يعني انت بتتكلمي على ان المرأة يعني لابد انها لما تبقى تعتمد على نفسها اعتماد كامل يعني مش هتتنازل الا عن شكل معين من اشكال العلاقة. بالظبط طبعا. طيب انت احكي لي، اديني شعر بقى يعني. انا عاوز اسمع شعر. انا عايزين يعني نقلل الكلام ونسمع شعر اكتر. نقول تشتري شعب. تشتري شعب مهاود، شعب أمير، شعب بيحلم بالتغيير، شعب في وقت الجد أسد لا بيتعتع ولا يتهد،
واسأل حتى الست مقير. تشتري شعب، شعب في وقت الشدة فتوة، ووقت الحب يحب بقوة، ويعيط مع فيلم وغنوة، ويحب شكوكو وفولتير. تشتري شعب، شعب حنين، شعب رهيف، عامل صفحة عشان يتأسف للي بقاله سنين بيستف ويأكله في كلاب وحمير. تشتري شعب، شعب يشرف مدد الشوف، زان الفقر وخض الخوف، بيقزقز ازازات مولوتوف ويحلي بطوب التحرير. تشتري شعب، اشتري مني لبكرة هيغلى، سهم المصري عزيز وبيعلى، ولسه بلدنا هتحلى وتحلى. اشتري قبل ما مصر تطير، اشتري شعب. ما حدش هيشتري. استاذه مروه، اسكندريه، يعني انت اسكندريه، واسكندريه كانت نقطه مهمه جدا من النقاط المشتعله في الثوره. تحكي لي على ايام الثوره. انا رجعت مصر يوم 28 يناير. القاهره؟ يعني جيت القاهره؟ لا، جيت اسكندريه. رجعت على مطار برج العرب. انت كنت مسافره؟ برج العرب والله، ولا النزهه حتى مش عارفه. كنت في السعوديه مع وقت الثوره كنت راجعه مصر المفروض، فنزلنا ترانزيت في دبي، فضلنا لحد يوم 28 ورجعنا مصر يوم 28 يناير. رجعت والدبابات بتنزل الشوارع. رجعت على خبر مفجع ان ابن عمتي فقد عينه في جمعة الغضب. كان ولد مفيش ألطف ولا أرق ولا كنت أتخيل إن ليه في الثورة وفي الحاجات دي خالص. فما كلمت عمتي عشان أواسيها، يعني لقيتها متمالكة نفسها جدا وفي منتهى العظمة، وبتقولي شفتي طلع ثوراجي ليكي. طلع ثوراجي ليا أنا إيه في يعني أنا ما عملتش حاجة وهو اللي عمل. فبكلمه وبقول له ألف سلامة يا سمسم، ألف سلامة يا حبيبي. قال لي مش مهم خالص عين تروح، بس تفتكري العين التانية هتشوف تغيير. الكلمة دي أنا من وقتها حياتي كلها متمحورة على إن العين التانية تشوف تغيير. كل واحد اتصاب، مش بس حسن. كله هو حسن على فكرة بقى، عشان بس ما قبل ما الناس تتضايق، هو عمل عمليات كذا عملية بعد كده وعينه بتتحسن، يعني طبعا مش هترجع، بس هو احسن من ناس كتير جدا جدا عملوا عمليات وما كانش فيها امل. هو يعني بدأ يشوف بيها شوية. بدأ طبعا ضعيف. هو طبيب على فكرة، طبيب اسنان. انما هو طبعا حاله احسن من كتير جدا. في الثورة عينيهم الاتنين راحت، وفي العين راحت وما رجعتش. فانما وقتها وهو فاكر ان عينه خلاص راحت، كان اللي بيفكر فيه مصر. هو ده اللي نفسي يوصل للناس، ان لما نزلوا محدش كان نازل عشان نفسه، ولا كان نازل عشان اجنتات، ولا كان نازل عشان حاجة. والتشويه اللي بيحصل للميدان دلوقتي، ان هم يطلقوا في الميدان بلطجية تشويه الثورة وتشويه الثوار بالمنظر ده. الناس اللي بتعمله هتدخل التاريخ من باب المزبلة الكبرى، يعني الخيانة الكبرى. انا مش قادرة اتخيل الناس دي بتنام بالليل ازاي وهي عمالة تشوه. واللي بيحصل النهاردة الاستدعاءات اللي مبعوثة لناس من رموز انبل ما كان فيها. امبارح حد بعت، كتبت تغريدة على تويتر قلت فيها معلومة لمن لا يعلم: علاء عبد الفتاح كان متطوع في حملة السيد الرئيس محمد مرسي في المرحلة الثانية من الانتخابات. كان متطوع في الحملة اللي النهاردة بيتقبض عليه بتهمة التحريض، وبيتقبض عليه عشان حد كاتب له كلمة على تويتر. كان متطوع في حملة مرسي. فما كتبتها حد رد عليا وقال لي انتي مخدوعة فيه، ادخلي كده دوري في مدونته سنة 2006 عشان تعرفي اخلاقه. 2006. فعملت كده، ما كدبتش خبر، قلت برضو يعني ادخل اشوف. دورت في 2006 لقيت علاء عبد الفتاح كاتب ايه في 2006؟ كاتب: ألف تحية للإخوان، أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم. كان خارج من المعتقل أو من السجن، بيحكي عن تجاربه مع شباب الإخوان اللي قابلهم جوه، وخارج بيقول: أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم. وانتوا النهاردة بتقولوا عليه كده. لحد امتى هتفضلوا تبيعوا في كل حد اشتراكوا في يوم،
ولحد امتى هتفضلوا فاكرين كل الناس بتكرهكم؟ حتى اللي في يوم قال ابوسوا الارض تحتني عليكم فاكرينه النهارده بيكرهكم وبيحرض وعايز يهدم دولتكم اللي ملهاش وجود اساسا، فكركم اللي ما شفناش منه حاجه، مشروعكم اللي مش موجود. الناس بتهدم حاجه موجوده، انت ما عندكش حاجه عشان حد يهدمها. لو كنت عملت حاجه واللي عنده حاجه بيفرضها، انتوا باللي بتعملوه ده هتخلوا ما فيش حد يتعاون معاكم عشان تبنوا المشروع. دورت تاني قالوا لي لا ده راجل طول عمره معادي للمشروع الاسلامي. لقيت علاء عبد الفتاح في 2005 كاتب تدوينة وبالانجليزي بيخاطب بيها الغرب، بيقول لهم ان تصوروا ان اول ما يحصل في مصر انتخابات ديمقراطية بأي شكل من الاشكال اللي هيكسب هيكونوا الاخوان المسلمين، وان ده شيء مش بشع وما تخافوش. وليه عندكم في دماغكم تخيلات ان الحكم الاسلامي وحش وان الحكم الاسلامي تقطيع واقامة الحدود؟ لا 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 خالص، انتم متهيألكم. وقاعد يعدد لهم مزايا حكم الاخوان لما ان شاء الله يمسكوا اول ما يحصل انتخابات ديمقراطية حرة. ده علاء عبد الفتاح اللي بيتهم النهارده بالتحريض ومحاولة هدم الدولة. اقول لحضرتك انا كنت مع مجموعه كبيره كده شغالين، انا طبعا في الجمهوريه، والجمهوريه كانت معروفه قبل الثوره بشكل معين. انا اشتغلت في البديل واشتغلت في نهضه مصر، وكنا البديل رغم اتجاهها اليساري كنا هي المكان بتاع الاخوان، اللي كل البيانات بتاعت الاخوان وكل شغل الاخوان كان بيطلع في البديل. وفي نهضة مصر كنت مدير تحرير العدد الأسبوعي في نهضة مصر، كنا نعمل حوارات مع مهدي عاكف ونعمل مع حوارات مع رموز الإخوان في وقت كان أي حد بيقرب منهم بيعتبر يعني كلب جربان. ومع ذلك الآن بيعتبرونا فلول، واخده بال حضرتك. وبعد الثورة أنا واحد من الناس، إذا كان علاء فتاح كان أنا واحد من الناس، انا اعطيت صوتي لمحمد مرسي ومش اعطيته في السر، انا كتبت في الجمهوريه، وكتبت في الجمهوريه صوتي الاختيار المر، وقلت ان انا قدام اختيار مر لابد ان انا ادي، رغم ان انا في المرحله الاولى اديت لحمدين صباحي، وكتبت ده برضو صوتي مقسم على 4. وفي المرحله الثانيه قلت لمرسي، واعتبروني في الجمهوريه برضو فلول يعني، او بقيت معادي ليهم جدا. ازاي ما تديش احمد شفيق، لان الناس كلها لاحمد شفيق وانا الوحيد اللي بقول محمد مرسي. الان انا بعتبر من الفلول. فاذا المساله ايه؟ هو مبدا احنا للاسف بنعادي، يعني بنعيش مرحله تشويه كبيره جدا. الاعلام اللي كان واقف، او بعض الاعلام اللي كان واقف مع الاخوان قبل الثوره، هم دلوقتي اللي بيقولوا عليهم اجندته عاوزين يقفلوا لهم البرامج التوك شو. فيعني هي الفكرة أكبر من كده كمان. الفكرة أنا بأنادي في الناس المنطق. أنت النهاردة بتطالب عامل ضبط وإحضار ل 160 شخصية بتهمة التحريض، والأدلة بتاعتك فيها أدلة وهي، بينما احنا عندنا رئيس الدولة أكبر شخصية في الدولة طلع في مؤتمر حقوقي، يا للهول، في مؤتمر حقوقي وقال أنا رئيس بعد ثورة، يعني مش مشكلة تحصل في الأوطان إننا نضحي بشوية عشان بشوية ناس عشان البلد تمشي. أولا إنك تكيل البشر بالشوية دي كارثة. ثانيا إنك تصرح إن بعد ثورة قد يجوز التضحية بشوية من المواطنين، شوية يعني بضعة، إحنا 9 مليون، البضعة منا يعني من 1 مليون ل9، لا إحنا 90 مليون. فكلمة بضعة من 1 ل9 يعني حسب كلام الرئيس، لو هو يحاسب على كلامه، يعني لو 9 مليون مثلا، يعني لو كلام الرئيس له ثقل، والمفروض ان هو كلامه له ثقل ويحاسب عليه، الرئيس عنده استعداد يضحي من 1 إلى 9 مليون مواطن مصري علشان البلد تمشي فين بقى بعد كده؟ بعد ما نقتل 9 مليون البلد تمشي تروح فين؟ تروح المقابر وراهم تعيط عليهم؟ هتروح فين البلد؟ المهم ما يبقوش من اهله وعشيرته. المشكله انا ما عنديش مشكله الرئيس يكون له اهل وعشيره، وما عنديش مشكله انه يكون عنده ولاء للحزب بتاعه ونضحك على نفسنا لو تخيلنا ان واحد الناس دول هم اللي صنعوه وقدموه
ودعموه وودوه الرئاسة، وبعدين هيعمل ضدهم او هيحل الجماعة ويدخلهم السجون، احنا نبقى مش واقعيين خالص، ولا احنا عايزين ده، ولا احنا عايزينهم يدخلوا السجون. احنا كنا بنطلعهم من السجون عشان ندخلهم. يعني اكيد كل المظاهرات اللي كانت بتحصل عشان خيرت يا اخانا كيف العتمة في الزنزانة، كل الكلام ده مش ممكن نكون كنا بنعمله عشان اول ما يطلعوا نقول لهم لا ادخلوا تاني، كنا بنضحك عليكم. لا بس ما نخرجهمش من السجن عشان يدخلونا هم كلنا السجن. بالظبط. ولا حتى ولو ما دخلوناش السجون، حتى لو ما دخلوناش السجون ما خرجناهمش من السجن علشان في الاخر يتقال علينا ان احنا الفئة الضالة وهم هيمشوا البلد بمزاجهم. كله مندس، الشعب المصري بقى كلها بالظبط، هو نفس الفكر. بس انا مش قادره اصدق ان هم لحقوا في سنه. يعني مبارك بعد كام سنه بدا يقول، بعد 3 عقود قال قله مندسه. هم من النهارده بيتكلموا بمنطق. يعني معاكم كام واحد بيقولوا اللي بتقولوا ده؟ انتوا قله. ما اللي عملوا الثوره قله، واللي امنوا بالرسول كانوا قله، وكل الناس الصح دايما. يعني انتوا لو كتره اقلقوا، لان الكتره عاده بتبقى كتره على خطا، وعاده القله هم اللي بيبقوا على صح وبيبقوا بيبشروا. النخب قليله. فكونك انك انت كتير كده لا يغرنكم العدد. القله مش دايما بتبقى قله مندسه، ساعات بتبقى قله طاهره. ما تديني شعر. طب بس الاول قبل ما نقول شعر، هيحصل ايه في موضوع دلوقتي؟ النائب العام بيحاول اللي بيحرضوا على العنف للتحقيق. هيحصل ايه في الرئيس اللي حرض على قتل شويه من المصريين عشان البلد تمشي؟ انا بقى طالب بصراحه ان حد يتحرك. انا واحده من الناس قلقت واتهددت، ده بالنسبه لي انا اعتبرته تهديد. انا عايزه حد كده يبلغ النائب العام، يشوف الرئيس ويفهمه ان ما ينفعش يقتل شويه مننا. لو سمحت حد يفهم الرئيس. انهي نائب عام؟ لا قاعدين جنب بعض بقى، ما هم هيبقوا يعني اكيد بقى. احنا دلوقتي 2 نواب خير، عشان واحد يحاكم المتظاهرين وواحد يحاكم الرئيس. ما عنديش مشاكل، خليهم 2. او واحد يحاكم المتظاهرين وواحد يعني اقول ايه. بس المهم خلينا نقول شعر. على فكره يعني بتحبي مين من شعراء العاميه، اباء الشعر العاميه؟ اول حد قريت له في شعر في حياتي كان الابنودي. فاكره ان كنت صغيره خالص كده وقاعده في مكتبه بابا ولقيت حراجي القط، فقعدت اقراها ومبسوطه جاء جدا وفرحانه. وبعدين لقيت جمله لو انا فاكراها صح، يعني بيت او شطر بيقول يا ربيت النسوان يا ابن الافنديه، وانا رحت قايله اللي اتأدب، ايه اللي بيقوله ده؟ ورحت رايحه لبابا، انا بحب الشعر بقى وبابايا بيكتب شعر جميل، فرحت قايله له بابا حضرتك بتقول عبد الرحمن الابنودي ده كويس؟ قال لي ايوه يا بنتي ده كويس جدا. قلت له كاتب كلام قليل الادب. قال لي ليه؟ قلت له لا ما اقدرش اقول لحضرتك بص كاتب ايه. قال لي لا هو هنا بيكتب من تراثه كفلاح، ففي الفلاحين الكلمه دي ما تبقاش عيب، في الفلاحين كده هو ما قالش حاجه صعيدي يعني. فالشاعر يسمح له كمان بما لا يسمح لغيره. لو هو بيتمثل حد اخر ممكن يتكلم بلهجته. عايزه اقول لك الكلمه دي فضلت معايا لحد لما كبرت، ولحد لما كتبت بحبك عند اللي هي في صداره الديوان، واللي هي اكتر حاجه الناس بتحبها. استخدمت فيها لفظ انا مش هقدر اقوله دلوقتي لاني مش بتمثل حد. في السياق استخدمت فيها لفظ برضو بيستخدم عن المرأة في الصعيد. فراحوا اهلي قالوا لي لا ازاي يا مروه تكتبي كده شيليها. قلت لهم ما ينفعش، هو جالي كده وجالي كأن حد صعيدي بيقوله كده، فانا مش هغيره. وانا صغيره قلتوا لي يسمح للشاعر ما لا يسمح لغيره، وانت يا بابا قلت لي ان عبد الرحمن الابنودي محق لما قال كذا، فما تجيش النهارده بقى. ففضلت فاكره الكلمه بتاعت والدي. طبعا صلاح جاهين ده حاجه يعني حاجه جميله. انا بحب الرباعيات بالذات جدا جدا. انا بحب هشام الجح وبحب الشعراء الجداد بقى بتوعنا قوي. في عندنا يعني مثلا مصطفى ابراهيم اللي كاتب مانيفستو، شاعر جبار يعني بجد. انا شايفاه اقوى حد على الساحه دلوقتي واشواط على ما حد يوصل له. والتجربه بتاعت نزول الميدان انا بحسده على فكره، لان انا كنت محبوسه مع اولادي في البيت وهو قدر ان هو ينزل. التجربه دي طبعا اثرته ثراء فظيع وجابت له حاله. يعني الراجل ده هنفضل نسمع في شعره سنين وسنين وسنين ونستمتع. في شاعر جديد اسمه عبد الله حسين، رائع من طنطا اعتقد. بصراحه الثوره الهمت ناس كتير قوي، طلعت شعراء رائعين بجد. انا سعيده ان انا عايشه المرحله دي، وسعيده ان انا بقرا شعر الناس الحلوه المبدعه. مين من البنات؟
في نهى، انا بخاف انطق اسمها عشان انا بقراها على تويتر، ما اعرفش هو يتنطق ازاي، اعتقد ان اسمها نهى بهمن، اعتقد. شاعرة رائعة، شعرها جميل جدا جدا جدا. مين تاني من البنات؟ البنات مقلات شوية في الشعر، بس يعني هي نهى من الشاعرات الرائعات اللي اتوقع لها برضو ان هي، وبتكتب بقى عاطفي وبتكتب وطني وبتكتب كل الالوان. لا، في شعراء كتير بصراحة، الثورة فرازة يعني وافرزت كتير. نسمع شعر. نسمع شعر. نقول بحبك عند. بحبك يا بلد كرهة شعب بيعشقك بالعند، بحبك وانتي بتلمي الغسيل على الصبح، واحبك وانتي بتعدي الفراخ على السطح، واحبك دمعتك سايحة في عز الفرح، واحبك زفة في الشارع، واحبك فرحة السابع، واحبك وانتي مرضية وصلبة ظهرك الفارع، واحبك وانتي محنية تهفي فرشة الجامع، واحبك وانتي شكياني عشان فلتان ومش نافع وانا على الجبهة بستشهد، واحبك وانتي بحبوحة كأنك مد، واحبك هدمتين على القد، واحبك وانتي متعاركة مع اخواتك وضربة البوز، واحب القهوة في الكنكة وشرباتك في وقت العوز، واحبك وانتي حرانة وشمسك سيحت مخي، واحبك وانتي بترخي كأنه حموم وهنعيد، بحبك واقفة على مدنة، واحبك ماشية بمشنة، واحبك خايفة على القطنة من الدودة وليالي البرد، واحبك وانتي بتلمي العيال بلسعة شبشبك الاخضر، واحبك رغم ضيق الحال عندك حبة من الاحمر، واحبك وانتي متعيقة وكيدة الخلق، واحبك وانتي متضايقة وقلب الشرق، واحبك وانتي جهلة وقاعدة تقري الكف للخواجات، واحبك وانتي شطورة وقلت الصف بفيونكات، واحبك توب وكراسة مليانة قلوب وسهام ومفيهاش ذكر لدراسة، واحبك وانتي لافعة الواد على وسطك وسطاسة وبتغني، واحبك وانتي محتاسة وبتزني، واحبك وانتي رغاية، واحبك وانتي بتصلي، واحبك داخلة قلاية، واحبك سهرة يا لالي، واحبك وانتي تهماني باني شيوعي افغاني وسلفي يهودي علماني بقيتش اعد، واحبك وانتي حرماني، واحبك وانتي حرماني، واحبك وانتي ولادة، واحبك وانتي في الناقص، واحبك وانتي بزيادة، وفي الحالتين احبك اشد، واحبك وانتي قفشاني على قهوة ومنع النت، واحبك وانتي متاخدة على سهوة باني كبرت، واحبك وانتي بتصلي على المية وترشيني، واحبك وانتي فوق راسي وانا نايم بترقيني، واحبك وانتي بتبيعي في سختك حتة ورا حتة وتكسيني، واحبك وانتي بتضيعي وصبرة على البلا وسكتة وكستيني، واحبك وانتي مرمية على صدري كأنك طفل، واحبك وانتي المكسوفة وبتجري وسايقة التقل، واحبك وانتي مقموصة ومعنداني، واحبك وانتي بلبوصة وفضحاني، واحبك وانتي وقفالي، احبك وانتي وقفالي وانا راجع في وش الفجر بتطوح، وكفك نازلة على صدرك كأنها شمس بتروح، خمرة يا واد يدي القهرة، واقولك ولا اقدرش اقولك كنت في مظاهرة، واحبك وانتي مرمية قليلة البخت، واحبك وانتي بتعلي في اوادم تحت، وعلى رأي العيال السيس بحبك فحت، واحبك وانتي طلقانة في بلاد الله نلقط رزق، واحبك وانتي مسكانة اشتباه في حالة عشق نهار اسود، واحبك وانتي بتلعبي اليهود على الكيف، واحبك وانتي بتحشي رقبتي بسيف، ولا اعرفلك تاريخ من زيف ولا على اي شيء اشهد، واحبك وانتي مذلولة، احبك وانتي مذلولة وقافلة في وشنا المعبر، واحبك وانتي شملولة وبتصحينا نتحرر، واحبك وانتي بتخطي في وحل السيل ولا بتوع الباليه الروسي،
واحبك وانتي مش شايفة القرون والديل ومادة البوز وهتبوسي، واحبك وانتي متاكلة 7 أقلام على غفلة، واحبك وانتي مش سهلة، واحبك وانتي لمانة نهار العيد على لحمة، واحبك وانتي مش لاقيانة في الزحمة، واحبك وانتي مش فاهمة وانا في أزمة ومكسوفة استلف من حد، بحبك وانتي مش لاقية، بحبك يا مرة عصية يا نساية يا ست الكل يا راسية، بحبك عشق وهواية، بحبك جد، بحبك جد. طبعا هي اللفظة اللي كانت بتقولها هي مرة عاصية، وزي كلمة النسوان، وهي كلمة النسوان على فكرة فصحى. وحتى لما غنى كاظم الساهر اللي نزار أباني في وخد لفظة النسوان، برضو الناس هنا كانت بتحس انها هي طبعا الفصحى ليها مفرداتها اللي هي ممكن تبقى العرف والتقاليد ممكن يكون هاجرها، واحيانا اللفظة نفسها ممكن تبقى لها معنيين، معنى هنا ومعنى في حتة تانية، ومعنيين يبقوا ضد بعض بشكل فظيع جدا. لكن اهم ما يميز هذه التجربة اني خدت مصطلحات او مفردات الشارع. اذا كان نزار أباني لما بدأ يشتغل ويكتب كان اهم ما يميزه عمن سبقوه ان هو خد لغة الحياة اليومية ونسجها جديد، فانتوا كجيل بدأتوا احبك فحت يعني فكرة ان المصطلح اللغة عشان كده انا لما بقولك انا عاوز اسمعك وانت بتعبري ازاي عن المشاعر او بتعبري ازاي عن المشاعر سواء كانت عاطفية او غيرها. انا كنت اقصد هذه المصطلحات، هذه الصور اللي هي مختلفة عن اللي قبل كده. يعني الأبنودي ما كتبش ده، صلاح جاهين ما كتبش ده، فؤاد حداد ما كتبش ده، فؤاد قعود ما كتبش ده، سيد حجاب ما كتبش ده، الأجيال السبعينات ما كتبوش ده، الثمانينات ما كتبوش ده، التسعينات ما كتبوش. فهنا ده أهم ما يميز هذه المفردات. في دلع، في قصيدة دلع. إيه دي؟ دلع لمصر برضه. لمصر. أنا بحب مصر بما إن إحنا عمالين ندلع فيها وهي عمالة تدلعنا برضه. دلع بتقول يم المخدة تفتى بمبي، اتمطعي يا مصر والتوبي، واصحي من نفس اللي عشقك مرة بدري، جاكي الربيع واحنا في يناير، قومي بدلع من فرشتك يلي تتلفي في حراير، يم النفس عالصبح عنبر، البسيني خف احمر قد رجلك، مدام بخاطرك مدام بخاطري أشيلها عنك خطوتك ويلد حملك، زقي الستاير زقي الستاير خلي نور الصبح يلمح طلتك، سيبي الهوى الطاير يعاكس قصتك ويحلي أكتر ما انت حلوة يا حلوة شكلك، يا مخلخلة التيجان يا مخلخلة التيجان بدق خلخالك، ومحيرة الخلان انت مين خالك، ما تقولي انتي بقى مين اللي يستهلك، لفي الملاية لفي الملاية تمختري على شط نيلك، وشوري للشمساية تتصربع تجيلك، وانتي على أقل من مهلك، حلي الضفاير حلي الضفاير وانفضي عنها القلق، وخلي بالك من الحلق، ده احنا يا مصر معلقين حلم السنين حلقة في ودانك، اتوضي يا مصلية اتوضي يا مصلية من مية عينيا، وعمدي بيها الميدان، وارفعي الصوت بالأذان يسلم أذانك، وريحي عالسور شوية ريحي عالسور شوية واسمعي اسمعي نكت العيال الملهمة، واستمتعي واطلقي الضحكة حمام يملى السما، اضحكي من القلب لما تدمعي، ده الضحكة ليها زمان والله بتشتقلك، وبدور النيل بالصواري وبدور النيل بالصواري، وفردي الشال عن نجيلة وروقي، وغني غنوة للعصاري تبهج النفس العليلة تزوقي، وحني شعرك من دماية حني شعرك من دماية وسبلي، دنني وسع النيل دوايا الكحلي، وقلبي كتاب الضماير للنهاية قلبي كتاب الضماير للنهاية، وغربلي غربلي الناس والنوايا
وميلي، غربلي الناس والنوايا وميلي، وشوشي النيل الحكاية، وشوشي النيل الحكاية وانتي بتستني الشفق، وشوفي صورتك المعكوسة في المية المراية، هتشوفي أجمل ما خلق، هتشوفي أهلك أجمل ما فيك يا مصر أهلك. أستاذة مروة، يعني ايه في كان في النقد التقليدي كده لما يعرف ان يسري مثلا من الصعيد فيبدأ يدور له على مفردات الصعيد في القصيدة. مثلا مروة من اسكندرية وبورسعيد فيدور على مفردات البحر ومفردات اسكندرية وبورسعيد. أنا شايف مفردات النيل، مفردات المدينة اللي هي القاهرة بشكل كبير، مش مفردات لا بورسعيد ولا مفردات اسكندرية ولا مفردات الغربة في السعودية. هل في قصايد تانية فيها ده ولا انت الجذور بتاعت السيدة زينب ما انا مش عارف هتلاقي طبعا حاجات عن البحر، وهتلاقي لا الغربة انا ما لحقتش وما حسيتش بالغربة بصراحة في السعودية بصراحة حق الله يعني. انا رحت سنة استمتعت بيها جدا، جدة من اجمل جدة طبعا واهلها كانوا ما حسيتش بغربة نهائي، كنت رايحة بقى بنعمل عمرة وبحج وفرحانة، ما لحقتش احس باي غربة، فمش هدعي ان انا كتبت غربة. انما عن بورسعيد انا كتبت طبعا بعد الاحداث الاخرانية دي. كتبت كان أصول يوم لما سبتك، كان أصول يوم لما سبتك أطوي شطك تحت باطي، واملى شنطي بانبساطي، وادفس الشارع حبيبي جوه جيبي، واغرف البحرين في عبي، كان زمانك لسه جنبي. كان أصول خبيت فنارك، صوت هزارك، ريحة البحر اللي بتصحصح نهارك، كان أصول أسرقها وامشي. كان أصول خبيت فنارك تحت رمشي. لسه فاكرة يا بلدي شكلي، فاكرة أحلامي ومشاكلي، كنت بنوطة بضفاير وانتي كنتي كل أهلي. فاكرة أول حب ليا، هو فاكر ولا زيي لما سافر سابلك الغنوة الشقية والكلام المستخبي. مين يا بلدي بعدي حارس عاللي طالعين من المدارس، مين بيستنى النوارس. بس كفاية، مش قادرة أكمل. نسيان ولا لا بورسعيد لا نسيان ولا لا مش نسيان. لا مش عايزين نعيط بقى. بورسعيد اصلها مش اصلها قصيدة، بالعكس انا حاسس انها موحية جدا، يعني ده اللي انا كنت بدور عليه، يعني بنقب عليه، فانا مسكت الحاجة اللي انا بعيط بعد شوية. مش طب بعيط عندنا مناديل. خلينا نقول حاجة تانية. طب والله بجد انا لا صدقني، لا انا عارفه القصيده دي انا عايزها فعلا، يعني القصيده دي انا هاخدها بورسعيد لوحدها، هبقى اديها لك، بس مش قادره والله اكملها. انا عاوزه صوت وصوره. طب حاضر والله هبقى اديها لك، بس بجد مش قادره اكملها. بورسعيد اصلها مدينه غريبه كده، الواحد مش بيحبها بعقل يعني. انا بجد عندي قناعه ان المظاهرات اللي بتحصل في بورسعيد وكل والعصيان وكل الحاجات دي، البورسعيدية مش بيعملوها عشان متضايقين، البورسعيدية بيعملوها عشان الناس تبطل تشتم بورسعيد. على فكرة اللي يروح بورسعيد يعرف، يعني رغم قسوة المدينة الحرة ورغم قسوة ان كل حاجة بالفلوس والبيزنس والتجارة والكلام ده، لكن لما يقعد في قلب بورسعيد مع الناس البورسعيدية الحقيقيين يعرف يعني ايه وطن، يعرف يعني ايه ناس واقفة حراس على بوابة الوطن. الكل كان دايما يقول ان سينا هي البوابة وكل الغزو بيجيلنا من سينا، لكن ما يعرفوش ان الساحل وبورسعيد بالذات يعني في 56 وغيرها 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 كانت فعلا حائط مقاومة حقيقي. غير كده مدينة لما يعني متعددة الثقافات، تعرفي يعني ايه الجريك، تعرفي يعني ايه اليونانيين، يعني تعرفي يعني ايه جاليات اجنبية موجودة من خلال الطرز المعمارية للمباني اللي موجودة. انا لما بروح بورسعيد بحب امشي في المناطق اللي فيها بقايا
البواكي والعمارات الخشب بحس ان دي بورسعيد بتاعتي يعني. انا لما بحط صور بورسعيد الناس بتقول لي انت بتألفي دي اوروبا. بالظبط. والله في صور في بورسعيد لما بحطها الناس بتقول لي انت جايبه صور من على النت وحطها لنا. ده كنت انا بشوفه عملي في قرية النورس في بورسعيد. كانت عاملينها، لا كانوا عاملين لوحات. انا بتكلم على اللوحات، لا انا بتكلم ان كان الصور القديمة لبورسعيد كانت عاملينها في لوحات كبيرة جداريات. فكنت اقف يعني مبهور قدام العمارة الخشب، قدام البلكونة الخشب، قدام هي دي بورسعيد. مش بورسعيد عمرها ما كانت سوق حرة ناس بتروح تشتري وحد يضحك عليه وحد ياخد يهرب. اللي عارفين قيمتها الصهاينة. الدليل ايه ان هم عارفين قيمتها؟ واحنا صغيرين قبل ما يبقى فيه دش كان بيبقى الاريال العادي اللي تجيب اسرائيل كانت اسرائيل تقوي الارسال لحد لما يبقى اقوى من ارسال الاولى والثانيه. يعني انت تبقى قاعد بتتفرج على القناه الثانيه بجد تلاقيها اتقلبت وجالك القناه الثانيه بتاعت اسرائيل. يعني انت قاعد شال ارسالك وحط لك ارسال اسرائيل. فيعني ده معناه ايه؟ اللي يعمل لك ارسال يعدي سينا ويوصل ويعمل هو عارف هو بيتارجت ايه. فكون عدوك عارف. ومعلش هم اعدائنا مع احترامي الكامل، حبايب بيريز هم لسه اعداء. كون عدوك عارف قيمه البلد دي وحاطط عينه عليها. انا ده يخليني النهارده اقلق جدا. اللي بيحصل في بورسعيد ده مش من اول اللي حصل، الحادثه اللي حصلت في الاستاد، كل ده انا حاساه مدبر. في حد عايز يضيع على مصر الميزه الاستراتيجيه اللي عندها، اللي ربنا حباها وقدرها ان هي تكون في بورسعيد. اللي بيحصل في بورسعيد مدبر ومخطط، ولو ما فوقناش هنخسر كتير قوي قوي. واحنا بدأنا نخسر على فكرة. المينا دلوقتي بتعطل طبعا، ناس كتير بتخاف تقف فيها، وإيلات عامل اوفرز وعامل عروض للناس سيبكم من المينا للخطر ده وامشي شوية عندي وانا هعمل لك وهعمل لك وهعمل لك. فاللي بيحصل ده مدبر ومخطط، وربنا يستر على البلد مش كلها، مش على بورسعيد بس. نختم بإيه شعر؟ انك انت حرمتيني من قصيدة بورسعيد. نختم بإيه؟ نختم بعرفتيني، دي اللي كتبتها الحسن ابن عمتي. ولا تحب تختم بحاجة خفيفة؟ لا عرفتيني أنا الواد الهفا الهايف، أنا اللي قالتلك ملايتك اتغطي، ده مش حلمك وقلتي عليا لبنايتك اتبطي، لا عايزة يا بنية ولا يلمك. أغور أغرق قصاد شطي تتاويني ولا يهمك، وتلعني اسمي لو جاب الهوى سرتي وانا متسمي على اسمك. عرفتيني وانا نازل في برد الليل ومش خايف، سمعتيني وانا بهتف عشقها يلي مش عارف، وشفتيني وانا بنرش بالمولوتوف وكيف السبعة انا واقف. عرفتيني انا عرفتك في وشوش نازلة بالملايين وجايلنا تشد الحيل. أنا شفتك أطباء وشعراء وبنات زين بيحكوا في الميدان مواويل، وسمعتك بتدعيلي في كل صلاة ودمعك غرق المنديل. عرفتيني أنا في الكرنك المنحوت على العمدان، أنا اسمه وتاريخ مفحوت في باب أزرق وراه سجان. أنا إبريل أنا كفاية، أنا الإخوان، أنا كل اللي عدى وطلع الميدان، أنا النسر اللي فوق علمك. عرفتيني أنا يما مسامحك على اللي فات كله، وبحبك وعارف قسوتك كانت صدى ظله ومش ذنبك. فدتها عيونك السمرة لغينة بسمي ليا، جدايل شعرك الطاهرة فوتيها الطير بحرية، حمايم نيلك النعسانة على شطه، احكي لها حكاوي الواد بتاع النت وشطرته، واعملي سيرتي غنيوة يغنوها المراكبية، واشغلي اسمي بالإبرة على كمك، افرحي بيا وتخايلي، ولفي بيا ورجيني، وانشدي فيا وتمايلي، وزيدي في وصفي جمليني، وقولي الواد طلع شكلي
سماره الحر من طيني، بحبك وانتي تستاهلي، أمانة يا مصر حبيني، أمانة يا مصر حبيني. أمانة يا مصر حبينا، أمانة يا مصر حبينا. هي مصر بتحبنا، بس المشكلة إن بعض أهلها ما بيحبوناش. إيه بقى الحاجة الخفيفة اللي أنت كنت بتقولي هتختمي بيها؟ في حاجة بتقول زنقة في حارة وصوت صفارة، وواد بيغني وصوته نشاز، تيتو حمادة أخد له شهادة وضحكة في نظرة خطوبة جواز، وسط أمينة بيت حزينة جايبة الدوا ب4 أقساط، وبنتها سلمى عندها أزمة ولازما هيجيبوا الشفاط، وابن قطاطة شاب قلاطة بس غباؤه يجيب إحباط، هي البصة في أول فرصة جاب الشبكة والطلبات، ناس وكراسي عصير بشماسي والأمنا عاملين ظباط، هيصة وفرقة وسلمى بحرقة بتبوس صورة ونازلة عيط. قول لنا كمان حاجة خفيفة. من امتى كان يا مصر عفوا بيهمنا طول اللحى، عدد الخرز في المسبحة، كل الوشوش في المشرحة مصرية جدا، سودة بيضة الجلاليب طول عمرها شايب الحليب، هلال مصاحب الصليب وجرس يصحي الفجر جدا. مش عاوز يعني أختم اللقاء، لكن واضح الارتباطات ليكي في القاهرة، لكن أدينت عرفت العنوان وعرفت القهوة. يا ريت تشرفيني، يا ريت يا رب، وكل أصدقائنا الشعراء الشباب، هذه المقهى مقهاكم، وهذا الموقع مصر المحروسة موقعكم. شكرا لكم، وإلى ليلة جديدة من ليالي مقهى مصر المحروسة. شكرا لكم. متشكرة.